برضه يا كابتن كان تياترو مصر برضه دخلوا النهارده اتكلموا وحش جدا على الزمالك. يعني الزمالك مش تريقه، الزمالك السنه دي بطل الدوري. مين اللي اتريق؟ كانوا بيتريقوا في مين تياترو مصر. تياترو مصر؟ اشرف عباقي ولا يعني؟ لا علي ربيع. مش عايزين نغلط في حد عشان الزمالك محترم. هم عاملين فقره كده انها صدق او لا تصدق. عندكم البتاعه دي لو جابوها لو عندكم. تمام، اللي هو الزمالك بطل الدوري 2015. لا انا مش مصدق، هو بتريقه، كلام بتريقه. ليه؟ الزمالك نادي كبير ومهدور حقه بقاله كتير. بس الحمد لله هيبته رجعت باللعيبه الكويسه والرجاله، وان شاء الله الزمالك بعد كده كويس، وان شاء الله الزمالك دايما كده في التقدم باذن الله. والله بشكرك يا هند جدا على مداخلتك. وطبعا التمثيل شيء كويس جدا، بس طبعا التمثيل ان يتحط تريقه على الزمالك ده شيء غير مقبول يعني. طيب معانا، خليكي معايا يا انجي كده، خليكي معايا بس عشان الحته. ومن مبعوت لي على الفيسبوك كتير جدا زملكاويه زعلانين من تياترو مصر او مسرح مصر ان هو يتريق على نادي الزمالك. ما ده العادي بتاعهم يا كابتن خالد، دي مش اول مره يعني. طب تعال نشوف هو بيقول ايه، تعال نشوف كده ونرجع لك تاني، تعال نشوف يلا. والان مع فقره صدق او لا تصدق. الزمالك بطل الدوري 2015. لا مش مصدق والله ولا انا. ادي صدق او لا تصدق، الزمالك بطل الدوري 2015. بيرد عليه بيقول له لا مش مصدق والله. انجي بص يا كابتن خالد، احنا مصدقين ان الزمالك بطل الدوري 2015. اللي مش عايز يصدق يروح يتعالج، عشان هو اكيد عنده مشكله في دماغه ومشكله في حاجات كتير قوي يعني. تمام. اشكرك يا انجي. العفو يا كابتن. دينا ليكي تعليق؟